إذا جئنا إلى البخاري ومسلم لنقف مع دعاء علمه صلى الله عليه وسلم لعظيم من عظماء هذه الأمة، ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ففي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. فمهما بلغت في الطاعة ومهما بلغت في المجاهدة أنت تحتاج إلى أن يرحمك الله تبارك وتعالى.